المعلومة دي ممكن تكون جديدة بالنسبة لك. في الصين العيش اللي انتهت صلاحيته والبسكوت والكيك والنودلز السريعة وحتى بواقي المصانع ليها مكان مخصوص، مش بيرموها في الزبالة كده وخلاص، لأ، بيتجمعوا ويتعبوا لمصانع مخصوصة. هناك العمال أول حاجة بيشيلوا كل التغليف وبعدين بيطحنوا كل الأكل ده لبودرة. لما تشوف البودرة دي ممكن حد يفتكر إنه هيتحول تاني الأكل ويتباع، وده شيء يخوف صح؟ بس الحقيقة لأ، المصانع دي مرخصة رسمي، والأهم الأكل اللي انتهت صلاحيته مش بيرجع للسوق تاني. البودرة بتتعالج بالحرارة وبتتخمر وبتتجفف، وبالطريقة دي أي مخاطر بتتلغي، لكن القيمة الغذائية بتفضل موجودة فيها. البودرة دي بتعمل إيه بعد كده بيها؟ بتتحول لأكل للأسماك والفراخ والبط وحيوانات تانية كتير، وكمان ممكن تتحول لسماد للزرع. يعني كيس بسكوت اترمى من حد ممكن يتحول لأكل في حوض سمك أو مغذيات في الأرض. بالطريقة دي مش بس بنقلل الهدر، لكن كمان بنستفيد من الموارد لأقصى درجة. هنا هيجي التساؤل، الأكل دوت هل هيبقى صالح للحيوانات ومش مضر ليها؟ وبالتالي هل يكون صالح للإنسان اللي بيتغذى على الحيوانات دي؟ هيبقى صالح، عشان الأكل منتهي الصلاحية بيتعالج في المصانع المخصصة بالحرارة والتجفيف والتعقيم، وبيكون آمن جدًا للحيوانات زي الفراخ والبط والأسماك، والقيمة الغذائية بتفضل موجودة جواه. ومن خلال الأكل ده لمّا الإنسان ياكل الحيوانات دي ما فيش أي خطر عليه، طالما العملية كلها اتعملت صح وتحت رقابة صارمة. وأخيرًا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير وتابعني وانتظر مزيد. شكرًا.